صباح الفل. احنا دلوقتي هننزل نروح باشمهندس رامي عشان نتفق مع الكهربائي اسمه بندق باين، هتأكد لما نوصل هناك. وهنرجع جري علشان مصطفى مجدي جاي النهارده يمنتج بقية الحاجات ان شاء الله. الفترة اللي جاية يبقى فيها ريلز كتير وحاجات ظريفة. السلام عليكم، حياك الله. طب يلا ننزل. يلا بينا. والله مياو، والله مياو، مش والله مياو ولا ايه؟ مياو. السلام عليكم، حياك الله. سبحان الذي نرتجل تاكسي بقى ولا حاجه، بس نقعد نشرح له بقى فين المنيب وبتاع. نزل راسك كده. هو المشوار حلاله 100 جنيه مثلا، 110 بالكتير، بس احنا عشان بنشتري وقتنا قابلنا رحله ب 150. استغلونا. احنا نصلح السكوتر. صح. هو الموضوع بطاريه يعني وجنط وخلاص. يا ولا اي حاجه. مش صح؟ صح. ايه ماشي، ربك يكرم بقى. هلو انطونيو. هلو مستر علي. السلام عليكم. احنا ركبنا دلوقتي العربيه وهنتحرك على المنيب، واستاذنك هرجع ظهر كرسي سنه صغير ممكن. وهنروح دلوقتي لباشمهندس رامي بيعرفنا على لوستا بندق تقريبا. اظن ان لوستا بندق ده اللي كان، فهنشوف دلوقتي. هنتوكل على الله وباذن الله الامور طيبه وسلسه. لا انا هقول طبعا اولا يعني السواق رغاي جدا جدا، وفي تعمد كده طول الوقت ان هو ايه يا جماعه، والله انا عارف انجليزي، والله انا عارف انجليزي يعني. ده كان بايخ قوي. والاهم ان هو كان عمال يشتكي من حاجه كده ليها علاقه باللوكيشن، والزبونه اللي قبلي ما قالتليش هي رايحه فين بالظبط وحاجات، فعشان كده يعني كان لازم اسال. وانا اديتها والله المكان الزياده. يا عم ماشي، احنا بنصور عموما، تحب تطلع معانا؟ لا والله اعفيني ام سو سوري وبتاع. يا عم العفو، انت من اهله. واحنا جايين كان هيودينا منطقه تانية اصلا. باشا خش شمال، خش شمال، وتنح قوي. انا بقول له خش شمال. خش شمال يا عم، احنا في مفرق طرق، خبط الدنيا. لا ما فهمش لحد ما لحقنا الحمد لله. هنا يا جماعه بنا عبد المعبود وفودافون. دي ناصيه الشارع بتاعت باشمهندس رامي، وفي محل سندوتشات بيبقى على الامه هنا كده برضو. فاحنا رايحين لباشمهندس رامي دلوقتي عشان نشوف ايه موضوع لوستا بندق ده. ربنا كريم. السلام عليكم. السلام عليكم. حقك عليا والله العظيم، انا بقيت في المكتب النهارده. ايه الاخبار؟ السلام عليكم. ده فين؟ ده صح. باشمهندس تامر ده فل، ده صح. ايه الاخبار؟ هي حلوه بس مش بقى الحموله بقى بتاعتنا احنا، يعني دي حاجات كلاسيك. الهادي ولوحدك كده ومعاك واحد معاك واحد اثنين معاك اولاد. ما جنبنا. هلا دلوقتي في انتظار طريقه لايجاد لوستا بندق. باشمهندس رامي عنده وجهه نظر ان لا مش هكلمه في التليفون، انا هجيب نقعد قدامك كده عشان هنتفق تاخد كام يوم منك، تقول لك فلوس قد ايه، عشان بعد كده الحاجه اللي هتعطل هتبقى بحساب. زي ما شفنا في المكالمه اللي فاتت، كانت مكالمه حلوه. فاتنا طبعا دلوقتي قصه جميله جدا عن قد ايه الباشمهندس رامي مستاء جدا من مسميات الزلموكه والخنزيره والفياجرا والحاجات اللي التفساحه والحلوفه والحاجات دي. كان مستاء جدا. لا اسمها دبليو 115، اسمها دبليو 122، فاهم؟ كان عاجبني طريقه كلامه عن الموضوع ده. ودلوقتي كان بيقول لشخص ما كده عرضه ثانيه ان لا الحاجات دي مش موجوده دلوقتي. المصانع دي قفلت في المانيا بالفعل، وكان المورد الوحيد عندك دلوقتي بقت صيني، فبيعرفوا ان لا الحاجات دي مش اصلي، فما تدفعش فيها فلوس كتير. ودي لقطه عجبتني جدا. زي ما احنا شايفين كده، هو كنز كده في ذهني وبيحب يقول المظبوط للصح. بنروح دلوقتي نجيب كوبايتين قهوه كده انا وباشمهندس رامي. قال لي ايه قهوته مظبوط. في عبد المعبود على الامه هنا، واظن ده يعني ده يبقى حلو بقى. انا مش هطبطب على حد. قهوه لو مش حلوه هو مش حلو. فكرنا ابو الراي فيه. انت مش ده ممكن في مره تشرب حاجه معانا؟ الكوفينا دي مقاطعه. دخلنا عبد المعبود، في شاب كده زهقان جدا استقبلنا بالافراح. الهالي الملاح. بن ولا قهوه يا صاحبي؟ نعم بن ولا قهوه يا صاحبي؟ لا والله الكهرباء قطع. الله يا ابني نزل لي المايه وخرج بالفريم. فمالناش نصيب نشرب من عند عبد المعبود. انا فاكر لما كنا بنعمل الكهرباء زمان في رمضان، كان في واحد ورا كانت القهوه بتاعته سيئه جدا. يلا نروح له. فضلنا مستنيين كتير جدا لوستا بندق. مواعيده مش مفهومه خالص، لان احنا استنينا كتير قوي. اتقال في الاول ان هو بيصحى الساعه 4 العصر او حاجه، لكن احنا فضلنا مستنيين كتير. قعدت احرق وقت بقى، اتعلم حاجه من هنا، افهم حاجه من هنا، ارغي مع اللوستا تامر شويه، ارغي مع باشمهندس رامي شويه. اللي بتطلع على وش الاسبراتير. استنى كده هدي فيها شربه واحده. المعلم انطون بقى بيكلمني بطريقه غريبه قوي. لو انا مش قايل لك كذا كذا، القهوه برد، يلا خلص ما تاخرش، ربنا يستر في اللي جاي.
يعني خلاص هانت كلها 14 يوم عمل ويمد ايده عليا. قدرش دي تتقطع قبل ما تترفع. لحد ما اخيرا لوس تابوندو ظهر 6:30 المغرب. شرحت كل حاجه بالتفصيل لبندق وفهمته انا محتاج ايه بالظبط من اضاءه، من شواحن تبقى في كل حته في العربيه، من نور في الكبوت، نور في الشنطه، تفاصيل كتير جدا وسهله وبسيطه. واتفقنا ان هو خلال 3 ايام هيخلص. والاهم بقى ان الباشمهندس رامي بنفسه حضر الاتفاق وحذره جدا جدا انه يهدر. لما تيجي تنور النور بقى افكاري من تحت ده موضوع انا ازرق مثلا او هتكت اي لمبه ثانيه. طب لوحدين يعني انا ايه ما بزع انت انا جايب شيء بقول لك الشيء ده هو ده اللي هيبدا هو قلت لي اركبه بتاعي بس طب السؤال بقى انا دلوقتي لو محتاج مصدر اضاءه خفيف مش لامع قوي، انا عايز حاجه كده. هو ده اللي انا بقول لك عليه السلاح اللي انا بقول لك عليه. ما انت بتقول قوي في منها كمان ما ينفعش اعمل لها بقى فرح عمره. لا انا عايز ده الاساس بتاعها المرسيدس بتاعها عايزه تفضل ايه عفيفه والرسم. لا انا ما بحبوش بقى. انا كده كل حد يشرفني في البرنامج بتاعي لازم بتكلم عليه بدور الله. لما بلاقي حد كويس بقدره جدا لان بلاقي حد واحد طبعا كتير انت فاهم. فالناس المحترمه لا الناس المحترمه لازم طبعا انا بقول لك عارف اللي بيحصل ده كام واحد هيشوفه شو اعمل اللي في بالك زي الفل زي الفل. توكلنا على الله 3 ايام. ثلاث ايام والشروط 3 ايام انا والشروط. طب من كده تعالى خد العربيه وما تدينيش فلوس. لو وقعت في كسفريه كهرباء هتبقى انت المسؤول تستفيد، لان ما حدش هيشتغل في شغل تاني. الجمله دي اتصورت. خلي بالك عشان هو ممكن يبقى في دهب، ممكن يبقى في عرفك، لان ما حدش هيجي يحط في الكهرباء، ما حدش عارف يوصل للكهرباء بتاعته. عامل زي لما مؤاخذه معلش انا جايب واحد مقسم لي كهرباء الورشه دي، هاجي تعالى جندب والنبي شوف لي الكهرباء دي فاصله، هتقعد تلف ساعتين عشان تجيب المخرج اللي في الجنب ده واصل هنا فين، لكن هو هيجي عارف هو ماشي ايه. يبقى دي شغلتك وبتاع. حابب تذيع تذيع، مش حابب تذيع عشان انا الكلام متفقين عليه. كلام واضح. باشمهندس رامي بصراحه فضل واقف معايا وقفه حلوه قوي ورتب الكلام جدا والاتفاق جدا ولا عمل معايا واجب كبير قوي بجد. الباشمهندس رامي يعني باشمهندس رامي عبيد ربنا يكرمك يعني كتر الف خيرك والله. ان شاء الله يوم الثلاث هنروح نستلم العربيه ونشوف الدنيا هتمشي فيها ايه اللي هيحصل. تعبت انت النهارده برضه؟ لا ولا تعب. والله توكلنا على الله. سالمين غانمين باذن الله. يا لهوي على رزعه الباب. وصلنا المكتب الحمد لله على فضل ونعمه. الحمد لله خير ان شاء الله. انت متفائل بوسط بندق؟ يا شويه بس مش عايز اديله الامان عشان كنا مدين الامان لعمرو. انا ما كنتش مدي الامان لعمرو. انا بكذب نريح بقى. السلام عليكم.